مش عبيد ومش مساجين ومش ناس بتشتغل بالسخرة زي ما كنا فاكرين. أهلا بكم في حكاية عمال الأهرامات. أكتر أسطورة اتكررت في التاريخ إن الأهرامات اتبنت بآلاف العبيد تحت السياط، بس اللي العلماء اكتشفوه قلب القصة 180 درجة. خليكم معايا لآخر الحلقة علشان هتسمعوا حاجات لأول مرة. سنة 1990 جنب هضبة الجيزة اكتشفت مقابر قريبة جدا من الأهرامات، مش مقابر عبيد، دي مقابر عمال، دفن محترم، أكل مدفون معاهم، وكتابات بتقول إنهم أصدقاء خوفو. والاسم ده لوحده يقول لك إنهم مش عبيد. العمال كانوا متقسمين فرق، كل فرقة ليها اسم وليها قائد، وبيشتغلوا بنظام ورديات مش ليل نهار، وكان ليهم أجر بس مش فلوس، لكن خبز وبيرة ولحمة وملابس. والأغرب إن كان ليهم حقوق. في سجلات بتقول إن عامل غاب عشان مريض، وعامل غاب علشان يدفن قريب، ولو العامل اتصاب ما كانش بيترمي. هياكل عظمية اتلقت وكان ليها كسور ملتئمة، وعمليات جراحية بدائية، يعني الدولة كانت بتعالجه وبترجعه يشتغل. ولو حصل غلط من العامل العقاب ما كانش بالسياط ولا بالضرب. ولو العامل مثلا أخر تسليم حجر كان بيشتغل وردية أطول، أو يحاسب على خطأه ده بحجر زيادة. ولو أتلف حجر مهم لازم يعوضه بمجهود إضافي. وده مش كل حاجة. في مصر القديمة سجل التاريخ أول إضراب عمالي في العالم. لما الأجور اتأخرت العمال وقفوا شغل، والدولة رضخت ودفعت. بس السؤال هنا، لو دول كانوا عبيد كانوا يقدروا يعملوا إضراب؟ الأهرامات ما اتبنتش بالقهر، اتبنت بالعلم والتنظيم واحترام الإنسان. والحكاية دي لسه بتتقال غلط لحد النهاردة. وده دورنا إننا نقول لكم الحقيقة، إن جدك ما كانش عبد، ولا المصريين عمرهم كانوا عبيد. اللي بنى الهرم مصريين أحرار زيي وزيك. وبس كده، أنا صفا دهب، ودي رحلة صفا، تابعوني.